حطي خلة الاسنان في عيون البوتاجاز وتعالي اقولك على سر وفكرة كل الستات ما تعرفهاش. هتجيبي خلة الاسنان زي ما انت شايفة، هتحطيها في عيون البوتاجاز بتاعك بالشكل ده، وتعالي اقولك احنا بنعمل كده ليه. هتجيبي كده خلة الاسنان حوالي 4 أو 5 وهتدخليها بالشكل ده في العيون، وحلي بقى اكتر مشكلة ممكن تقابلك في بوتاجازك، وبجد هتدعيلي. الفيديو ده مليان افكار كتيرة قوي، باذن الله هتخرجي مستفيدة حتى لو بفكرة واحدة. ومن ضمن الافكار اللي هتلاقيها في الفيديو هي فكرة خلة الاسنان في عيون البوتاجاز. فتعالي كده نصلي على رسول الله في التعليقات وكلنا نكسب حسنات باذن الله، ونبدأ كده مع بعض باول فكرة موجودة في الفيديو. الفكرة رقم 1، هتجيبي نص ليمونة وهتجيبي قطعة ورق فويل كده صغيرة زي ما انت شايفة، وهتعمليها كده زي الطبق، وهتحطي كده عصرة الليمونة بالشكل ده. تمام. وتعالي بقى اقولك هنعمل بيها ايه. هتجيبي بقى كده يا ست الكل كل السكاكين اللي موجوده عندك، وهتبتدي ان انت تسنيها وتنضفيها. ده بقى بيخلي السكين يبقى حد معاكي اطول وقت ممكن، وكمان هيشيلك اي صدى او اي حاجه موجوده في سكاكين. الورقه دي هتعملي بيها كل السكاكين الموجوده عندك في المطبخ. الفكره رقم 2 للمكوى. ساعات كتير قوي ناس بتشتكي ان الفتحات دي ما بقتش تطلع بخار زي الاول. السبب ان هي اتسدت معاكي ولازم تنضفيها. طب هتنضفيها ازاي؟ اقولك على طريقه سهله جدا. ان انت بتجيبي حقنه كده او سرنجه تمليها خل، ولو عندك بيكربونات وبحطي خل وبيكربونات، واملي كده بقى السرنجه بتاعتك، وفي الفتحات اعملي بقى كده الحركه دي. عايزه اقولك زي ما انت شايفه بتدوب لك الدهون اللي سد الفتحات، اللي ما بتخليش تطلع بخار وانت بتكوي. زي ما انت شايفه كده، بصي المكوى بتطلع اللي عندي الفتحات سدت خالص، بعملها كده بتنضف معايا، وتمسحي بمنديل هترجع كأنها جديدة. الفكرة رقم 3، اي صينية عندك بتتفتح من تحت، اللي هي صينية تشيز كيك او الصواني اللي هي بتبقى بكليبس، دي بتبقى حلوة جدا. بس عيبها حاجة واحدة، لما تيجي تحطي العجينة او الكيكة جواها بتلاقيها سربت كده معاكي وبوظت الدنيا. الطريقة الصح ان انت تشيلي القاعدة بتاعتها الاول، وبعد كده بتجيبي ورق زبدة، وبعد كده يعني ممكن تستخدمي ورق فويل وبعد كده ورق زبدة، او ورق زبدة بس، وتبتدي ان انت تحطي القاعدة بتاعتها كده. استحالة العجين او الحاجة اللي انت هتحطيها جوه الصينية يسرب ابدا. اضغطي بقى على الاطراف كويس جدا بالشكل ده. دي بقى علشان انا هحطها في التلاجة. لو انت هتدخليها الفرن يبقى حطي ورق فويل وبعد كده ورق زبدة. الفكرة رقم 4، هاتي البيروسول وروحي عند الغسالة وتعالي نحل اكتر مشكلة ممكن تقابلك. هنعمل ايه بالبيروسول؟ هقولك. كتير قوي واحنا بنفتح الغسالة الباب بتاعها بيعلق، اللي هو القفل بتاعها ده، تيجي تفتحيه بيعلق، ما بيفتحش بسهولة، وساعات ما بيفتحش اوتوماتيك وانت مشغلة الغسالة. اقولك على طريقة سهلة جدا، ان انت ترشي بيروسول كده على القفل بس، الحتة بتاعت القفل دي. عايزه اقولك هيفتح ويقفل واستحاله يعلق معاكي تاني. انا كان الباب ده بيعلق معايا واجي افتحه ما بيرضاش يفتح، بعد الطريقه دي بيفتح بمنتهى السهوله. تعالي بقى نشوف الفكره بتاعت خلة الاسنان في عيون البوتاجاز. كتير قوي، ودي بقى انا شفت واحد لما جه صلح لي البوتاجاز عملها، قال لي كتير قوي النار بتبقى ضعيفه او العين مش بتبقى سالكه معاكي بسبب الفتحات دي. ساعات بتبقى مليانه دهون، او كمان انت تكوني غسلاه ومليانه ميه. فانت لازم تجيبي خلة الاسنان كده وتبتدي ان انت تدخليها بالشكل ده رايح جاي، سلكي الفتحات اللي بيوزع منها النار، فده ممكن يكون سبب ان تبقى النار ضعيفه عندك. تعالي بقى نشوف الفكرة الأخيرة. كلنا عندنا أطباق الورق الفويل دي المربعة، ممكن ده جاية مع الأكل، كنتي طالبة أكل ولا حاجة من بره، فبدل ما ترميها تعالي نستفيد بيها. فكرة حلوة جدا وسهلة. هتقسميها نصين بالشكل ده، وهتبتدي ان انت تلفيها كده. طبعا الأطباق دي ممكن تدخليها الفرن على الشبكة عادي جدا، فانت هتلفيه بالشكل ده. هو بيبقى ناشف كده لأنه بيبقى ألمونيا غير اللي هو الورق الفويل كده. خلاص، وتقفلي كويس جدا من تحت. هعمل بقى التانية بنفس الشكل. طب احنا عملنا ايه؟ احنا عملنا قوالب الكوب كيك. هتحطي طبعا فيها اللي هو الكوب كيك الورق ده، وتدخليها عادي جدا الفرن زي القوالب اللي احنا بنجيبها اللي بتبقى شبه زي السيليكون وكده. بصي هتلفيها بالشكل ده برضو وتقفليها كويس جدا من تحت، وبعد كده هتحطي جواها اللي هو الكوب كيك الورق ده، وتحطي بقى فيها العجينه بتاعت الكيك بتاعك وتحطيها الفرن. كده انت استفدتي من حاجه كنت هترميها في الزباله. كده الفيديو بتاعنا خلص والافكار خلصت. لو انت شايفه ان المحتوى ده مفيد فياريت كده تشيريه لقرايبك وحبايبك وخلي الكل يستفيد. وتعالي نشوف الفكره الاخيره معانا، باذن الله هتعجبك برضو. هتجيبي سبونشه، اي سبونشه، وطبعا تكون لسه استخدام اول مره. تمام.
وهتجيبي اي حاجه ريحتها حلوه عندك، سواء كان المسك او مثلا اي عطر عندك يكون خام، اي حاجه تكون ريحتها قويه. وبعد كده هتحطيها على الاسبونشه دي، هتغرقي الاسبونشه فيها او مثلا تبلي كده شويه. وبعد كده بقى يا ست الكل هتمسحي بيها كل الارفف اللي موجوده عندك في الدولاب، وانتي بتنقلي كده الصيفي وتحطيه تاني في مكانه. فعايزه اقول لك الفكره دي حلوه جدا، هتخلي ريحه الدولاب عندك جميله وما بتاخدش وقت. وانتي بتحطي الصيفي كده جوه الدولاب، تجيبي الاسبونشه دي وتحطي عليها العطر او المسك او اي حاجه خام تكون ريحتها قويه، يعني عطر خام يعني، بتكون ريحتها قويه، وتمسحي بيها الارفف بتاع الدولاب. هتخلي ريحه الدولاب بتاعك كل اللي يفتح الدولاب هيشم ريحه حلوه جدا. وممكن بعد كده لو انت حابه تفرشي مفارش في الدولاب، هتعملي كده الحركه دي قبل ما تفرشي المفرش من تحت على الخشب نفسه. والخشب بيمسك فيه الريحه جدا، يعني هيمسك فيه الريحه وتبقى ريحته قويه قوي، وهيحتفظ بالريحه اللي انت بتمسحيه بيها دي لمده طويله، او طول ما انت قافله الدولاب باذن الله. وبعد كده افرشي المفرش بتاعتك، وهتبقى ريحه دولابك دايما ريحه حلوه. نيجي بقى الفكرة اللي بعد كده، البكرة اللزق دي لما تخلص اوعي ترميها، لان هي اساسا بتبقى ناشفة كده وبتقف لوحدها. فدي بقى يا ست الكل لما تخلص هتجيبي كده الموبايل بتاعك وتستخدميها كحامل للموبايل. حامل للموبايل ازاي؟ هتدخلي فيها الموبايل كده، اضغطي عليها بس هتاخد شكل الموبايل زي ما انت شايفة، وتقدري ان انت تعمليها حامل للموبايل، تتفرجي على اي حاجة مثلا وانت في المطبخ، بعد كده بتشوفي حاجة يبقى واقفة جنبك، وعملتي حامل من حاجة ببلاش كنتي هترميها. لما تخلص اوعي ترميها، وجربي الطريقة دي.